ليه لما تتخانق او تعلي صوتك على حد بتحس برعشه في جسمك وان جسمك كله مهزوز؟ انا عارف ان ده من الادرينالين، بس اغلب الناس ما تعرفش ومفكره ان ده ضعف منهم. ناس كتير لما تبقى داخل خناقه وبتتكلم بعصبيه مع حد بتلاقي ايديك ورجليك عماله ترتعش، حتى لو المشكله مش معاك انت شخصيا. بمعنى لو انت واقف ولقيت اتنين عاملين مشكله مع بعض نازلين ضرب في بعض، فجاه بتلاقي ايديك عماله ترتعش وضربات قلبك زادت وقلبك عمال يدق جامد. فانا عايز اقول لك انك مش جبان وان ده مش خوف، وانت لا عندك مرض ولا اي حاجه، انت طبيعي مليون في الميه، لان ده مش خوف ولا عمره كان خوف. لانك بكل بساطه لما تيجي تتعرض لموقف فيه قلق او توتر جسمك طبيعي بيبدا يفرز هرمون انا مسميه هرمون الامان، لانه بيحميك من كوارث كتير وحاجات خطره جدا. ناس كتير نجت من مصايب بمعنى كلمه مصيبه بسبب الهرمون ده. فلو انت من الناس اللي عندها الهرمون ده قليل، للاسف موقفك هيبقى وحش في المواقف الصعبه اللي فيها قلق وتوتر. الهرمون ده اسمه هرمون الادرينالين. وعارف ان في ناس دلوقتي هتقول لي انا لما ببقى في خناقه ايدي ما بتترعش ومفيش قلق ولا توتر ببقى 100 فل و10، معنى كده انك جبان وانا لا. الموضوع مش كده خالص. هرمون الادرينالين بينفرز في جسمك مش عشان انت جبان، لا، حرفيا بينفرز في جسمك عشان يبنج جسمك لو انت في موقف فيه قلق او توتر. ابسط مثال، لو انت ماشي لقيت قدامك شله كلاب واقفه وانت اصلا بتخاف من الكلاب، هنا جسمك بيبدا يتعامل لوحده ويفرز الادرينالين، والهرمون ده بيبدا يبنج جسمك، فبتلاقي نفسك فجاه بعد 5 دقائق مشيت وعديت من الكلاب وبقيت في امان. عشان كده انا بقول لك اسمه هرمون الامان. تخيل بقى انك بتخاف من الكلاب والادرينالين عندك قليل، كده هتبات في الشارع العند لما تلاقي حد يجي ياخدك، وتلاقي واحد بقى يقول لك ها ده جبان وخايف. لا، انت مش جبان ولا حاجه، الفكره ان الادرينالين عندك قليل. عشان كده لعيبه كمال الاجسام بتلاقي عندها ثقه جامده قوي في نفسها، لانهم بيلعبوا رياضه كتير، فطبيعي الادرينالين عندهم عالي. وتلاقي لو حد منهم دخل خناقه ولا حاجه تلاقيه بيضرب بجنون، لان اصلا الادرينالين عنده عالي لانه بيلعب كتير. وعلى فكره لعيب كمال الاجسام ده وهو بيضربك هو حاسس ان ايده ضعيفه، بس حرفيا لو ضربك قلم سنانك تتخلع من مكانها. هو حاسس ان ايده ضعيفه لان الادرينالين عنده عالي، متبنج مش حاسس وهو بيضربك، وانت يا عيني عامل زي الفرخه في ايدك. بس هرجع واقول لك ان القلق والتوتر بيبقى ليه اسباب تانية كتير. ممكن يبقى سببه عامل نفسي، انت لو نفسيتك مش تمام هتفضل دايما عايش في قلق وتوتر، فانت هنا لازم تتغلب على كل حاجه بتخوفك بانك تواجهها، هتساعدك كتير. يعني لو بتخاف من المشاكل، حاول لو لقيت مشكله قدامك اتنين ماسكين في بعض ما تجريش وتبعد، لا، حاول تتفرج عليها من بعيد لبعيد، والعب رياضه كتير، كل ده هيديك ثقه في نفسك لدرجه انك لو لقيت مشكله بعد كده هتدخل انت تتعامل وتحل المشكله دي. وكمان لو عندك القولون العصبي بيبقى عندك قلق وتوتر، ولازم تتاكد انك ما تاخدش ادويه بتعمل لك رعشه زي ادويه حساسيه الصدر والانف، ونخلي بالنا عشان في ادويه بتتعب الجهاز العصبي، فلازم تتابع مع الدكتور وتعرفه ان العلاج ده مأثر على اعصابك وما تستهونش بالموضوع. وممكن يبقى بسبب ان عندك نقص في فيتامين B12، فنهتم بالفيتامين ده شويه لانه مهم قوي للاعصاب. وبالمناسبه في لزقه كويسه قوي للاعصاب اسمها ميسايل تكنو، اللزقه دي ب 3 جنيه، بتحطها على لسانك مره كل 3 ايام، حرفيا هتخلي اعصابك حديد. شخصيا انا بستخدمه. الادرينالين مهم وياما انقذك من مواقف كتير، والدليل لما بتشوف كلب بتتحول من انسان لطياره، الهرمون ده كان سبب في نجاتك، وعشان كده انا سميته هرمون الامان.